المريض كان متشخص انه عنده حساسيه انف مزمنه. المريض كان ماشي على بخاخه كورتيزون موضعي، كانت مقلله معاه اعراض الحساسيه ومش عامله مشاكل خالص. بدا مؤخرا يشتكي ان هو في نقط دم بدات تنزل من مناخيره، بدا يتكون قشره، والقشره دي كل ما يلعب في مناخيره والقشره دي تنزل يحصل مكانها نزيف. فحبينا ننبه ان من الاعراض الجانبيه لادويه البخاخات الكورتيزون الموضعيه بتاعه حساسيه الانف ان هي ممكن تعمل شويه جفاف في الانف. الجفاف ده مع الوقت ممكن يتكون عليه قشره، والقشره دي لو وقعت او العيان لعب في مناخيره ممكن القشره دي يحصل مكانها نزيف. عشان كده ممكن نوقف البخاخات لفتره معينه وناخد ادويه ملطفه للغشاء المخاطي للانف. الادويه دي من الحاجات اللي بتعملها ان هي بتلطف وبترطب الغشاء المخاطي المبطن للانف لفتره معينه، وبعد كده العيان ممكن يستخدم البخاخه بالطريقه الصحيحه. بخاخ الكورتيزون لازم واحنا بنستخدمه بيكون موجه ناحيه العين، يعني لما تحط في الناحيه دي بتوجهه الناحيه دي، ولو تحط في الناحيه دي بتوجهه ناحيه العين. لو وجهنا بخاخ الكورتيزون ناحيه الحاجز الانفي بيتكون القشره ويحصل المشكله اللي بنحذر الناس منها دايما.